ازيكم عاملين يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. معاكم الدكتوره منى الحوراني، دكتوراه القانون المدني مقارن بشريعه. جالي اسئله كتير، انا هقبل في حقوق انجليزي ولا لا؟ طيب، سيبك من كلام اي حد. انت كطالب جالك حقوق عربي لجامعه ما، وانت عارف ان انت الجامعه دي فيها قسم انجليزي او فرنساوي وعايز تلتحق بيه. تمام، هتروح الجامعه نفسها، معاك صوره البطاقه، بيان الدرجات، معاك صوره من اللي بتثبت، بمعنى اصح اللي بتثبت ان انت منتسب في الجامعه دي. تمام. طيب، هتروح لقسم اللغه، هيشوف هو درجه الانجليزي بتاعتك ايه، اللي تخصك ايه. طبعا دي الدرجه دي مختلفه من جامعات لجامعات، يعني مثلا جامعه المنصوره بتاخد من 30، جامعه طنطا بتاخد 35 36، على حسب، بتتغير من سنه للسنه. في جامعات تانية بتاخد من 40. فاللي هيفصل في الموضوع ده ان انت تروح الجامعه اللي انت عايز تدخلها. تاني حاجه هيقول لك المصاريف عشان تشوف ظروفك ايه. ممكن تكون المصاريف تمام بالنسبه لك، ممكن تكون المصاريف لا مش تمام. تالت حاجه، في جامعات بتشترط ان انت تقدم طلب انك عايز تلتحق باللغه. طيب ده ليه؟ ممكن يكون هو خايف مثلا ان العدد يبقى كتير فبيعمل بالاقدميه التقديم. في جامعات مش شرط التقديم فيها خالص. تمام، فانت تاخد ورقك وتروح الجامعه اللي انت المفروض قبلت فيها وخلاص. طيب، في سؤال جالي كمان، حقوق بتقبل حقوق انجليزي بتقبل من انساب؟ بتقبل من انساب، مفيش مشكله. مجرد ما تجيب جيد خلاص انت بعد كده بتنقل انتظام، مفيش مشكله خالص. بس طبعا المصاريف ما بتختلفش. تمام، ده اجابه على السؤال ده، لانه جالي كتير جدا والناس متحيره مش عارفه هتدخل حقوق انجليزي ولا لا. نفس الفكره شريعه وقانون، هتاخد ورقك برضو شريعه وقانون قسم انجليزي، وتدخل تشوف انا تمام بالنسبه لي درجه الانجليزي، تمام بالنسبه لي المصاريف، خلاص الشروط موجوده، كتبت طلب او ما كتبتش على حسب الجامعه اللي انت هتقدم فيها. تمام جدا. ده اجابه على السؤال ده. واي اسئله انا معاكم، سواء كومنتات، سواء هتبعتولي على الواتس او التليجرام، ودايما هحط كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بيا تحت اي فيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.